السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، كنتمنى يا رب تكونوا مرتاحين وبصحه جيده. معكم حكايات لطيفه. كيف ديما رجعت لكم ان شاء الله بقصه جديده كنتمنى تعجبكم. ما نطولش عليكم، القصه ديال اليوم ديال سكينه الزوجه اللي هملات راسها من بعد الزواج او من بعد الولاده. سكينه كانت عايشه واحد الحياه زوينه مع الزوج ديالها، وكانت معها عجوزتها عايشه مرتاحه، يعني ما بها حتى شي حاجه. مرا حادقه كتنوض كتشقى كتديها في شغلها كتنقي حالتها يعني كانت انسانه طبيعيه جدا. فاش حملت سكينه في الحمل دوزاتو صعيب بزاف، يعني دوزات واحد المرحله في الحمل اللي صعيبه، حتى حاجه ما كتبقى لها في كرشها، يعني كي تاكل تتمشي ترد، ما كتعشق حتى حاجه من الماكله، ولكن ما كتبغيش تجلس مع الناس، كتبغي العزله، ما كتبغيش الشعا. يعني كأي مرأة حامله، بزاف ديال النساء فاش تكون حامله كتعيش هذه الظروف. سكينه بزاف، يعني لدرجه الماء الا شرباتو كتردو. مدة الحمل كتكون 4 شهور، ولكن 4 شهور ديال اللحم، ولكن سكينة بقى فيها لحم مدة 9 أشهر وهي على هذا الحال. الزوج ديالها اكيد كان تيطلع ليه الزعف بعض المرات، وكيقول لها علاش كديري هكا وخاصك توقدي راسك وخاصك، ولكن سكينه ما تتقدرش، يعني داكشي جاها بدون شعور، ما يمكنش ليها تضبط راسها ولا تاكل بزز، ما يمكنش. يعني الانسان تقدر تبزز عليه اي حاجه الا ياكل بزز منه. سكينه دائما كتحاول تقول راجلها اشنو كاين، زياده على ان سكينه ما عندهاش مع راجلها نهائيا، ما كتحملوش، ما كتحملش شم ريحته، ما تتحملش، يعني عاشت لحم بكل انواعه في هذه الفتره ديال الحمل ديالها. بقات على داك الحال مده 9 أشهر. فاش ولدت سكينه هنا فين بدات المعاناه، لان اصلا الزوج ديالها تحملها 9 أشهر، وكانت العجوزه هي اللي كتقوم بكل شيء. عجوزها ظريفه صراحه، يعني كانت كتقوم بالواجبات ديال المنزل، وكتقول لي ماشي مشكله ولدي صبر عليها، لان هي فايته مجربه لحم وعارفه المعاناه ديالو. ولكن الزوج صافي، يعني قال مو صافي. واخيرا نهار سكينه جاها الوجع ومشدها المستشفى باش تولد، قال لمو وحده السبيطار، قال لها واخيرا بنت تهنا من هاد 9 شهور دازت علينا كي الجحيم، ترجع سكينه كيف كنا تنعرفوها. قالت لي مو ان شاء الله وليدي، ان شاء الله ترجع كما كانت، راه فتره وغادي تدوز. علاش قلت لكم المعاناه بدات من ورا فاش ولدت سكينه؟ لان سكينه من ورا الولاده تزادت اكثر من الاول. جاها الوسواس القهري، جاها اكتئاب، يعني بكل انواعه. سكينه كان ملي خرجت من السبيطار جات لدارها عادي، المهم كأي وحده ولدات، مريضه شويه ولكن ماشي بزاف، يعني داروا ليها السبوع، دوزوا حفله، داز كلشي بخير وعلى خير. شويه سكينه ولات كتحس الخوف يعني صعيب بزاف. الخوف ديال ان خافت لا تفقد البنيه ديالها، كتقول لهم بنتي غتموت ليا ونبقى بوحدي. كيجي الزوج ديالها تيبيها كينعس حداها مفقنا مسلمه، كتبغيش، كتقول لي لا بتقتل ليا بنتي، غتقلب عليها يعني ما رفضات باقي الزوج ديالها اصلا يبقى معاهم في البيت. كتقول لي لا ما تجلسش معانا، خليني انا وبنتي. يعني عشت واحد المرحله تاني صعيبه بزاف. الزوج ديالها طلع ليه الزعاف، مشى قالها لامها وباها، قال لهم انا ما عرفتش مالها هكا، يعني انا صبرت لها 9 أشهر، ولكن باش تزيد تكمل هذا الشيء علينا من وراء الولاده راه بزاف. جات امها حاولت معاها، راه با هذاك راه هذا، كتقول لهم لا، حتى حد ما يقرب ليا لبنتي، وتنقيها وتعاود تنقيها يعني جاها واحد الوسواس على ديك البنيه، ان خاصها تكون نقيه وما حتى حد ما يوصلها، حتى حد ما. داها عند الطبيب ولقاو بان عندها وسواس قهري والخوف الشديد، يعني فوبيا ديال الخوف من الموت ديال على بنتها، تتخاف على بنتها من الموت. تقبلها واحد شويه، ولكن الطبيب قال لها بان راه مده غتبقى هكا. الزوج دائما كيقول انا صافي، انا تقهرت، انا ما غنبقاش مع هاد السيده، لانها صافي بحالها جات واحد الفكره لدماغه ان هاد السيده تزوجت غير باش تولد وبغات هي بنيه ولا وليد وصافي، يعني انا هملاتني ما بقاتش بغاتني. يعني هكا تيفكر الزوج ديالها، وكأي زوج اكيد غادي يفكر هكا.
بقات على داك الحال سكينه، يعني صراحه هو ما صيفطهاش لدارهم ولا حتى حاجه، بقى معها، ولكن كل واحد عازل فراشو وعازل بلاصتو. واحد النهار يدخل عندها جوزتها وبقات كتخاصم عليها، قالت لها بنيتي راه ولدي راه قال لك غيتزوج عليك وهذا وهذا. سكينه بقات هي ساكته وكتصنت لها، قالت لها صافي راه الزوج ما بقاش قدر يصبر، راه غادي يتزوج عليك، كوني مرا وحدقه، وانا انت عزيزه عليا وبغيتك تبقاي معايا انت وبنتك. المهم بقات كتحاول معاها. صافي جا رجلها من الخدمه ولقى بان سكينه بدات كتبدل شويه، يعني بدات تتغير شويه من طبعها. بقات هكاك على داك الحال، مره كتحاول تهضر معاه، هي فاش رجعات بغات تولي تهضر معاه وتولي يعني تراجع راسها، لقات بان هو بدا ثاني تينفر منها، يعني هو ثاني ما بغاش، هو مبغاش تحيد ليه ديك الفكره من دماغه انها هملاتو الاهمال. يعني علاش غير حملاتو هملاتو، علاش غير ولداتو هملاتو، يعني هاد الفكره ما بغاتش تحيد ليه من دماغه نهائيا. ومع ذلك كيدير الواجبات ديالو ان كيديها عند الطبيب، كتشوف بقات الحاله ديال سكينه غاديه وكتحسن. اللي تفاجات به سكينه ان رجلها ما بقاش كيدخل في الوقت للدار، ولا يعني هو اللي رجع ثاني تيهملها من هاد الناحيه هادي. وجاو شي ناس الجيران ديالها قالوا لها بان راه ولا تيخرج مع وحده. سكينه ما تصدماتش من فين سمعت هذا الخبر، بالعكس هي كتقول انا السبب، انا اللي درت ليه هكا، انا اللي خليته. يعني لقات معاناه مع الزوج ديالها انه صافي منين تهمل في الدار راه اكيد غادي يخرج للزنقه. هادشي اللي كاين اصلا في الواقع ديالنا. صافي واحد النهار بقات سهرانه هكا تتسنى، قدات راسها ووجدت العشاء وتتسنى، تتقول صافي انا هذا النهار غادي نفضي هذا المشكل انا والزوج ديالي ونرجعوا. جا بقات كتهضر معاه بحال هكا، وسمح لي وهذا، ما جات حتى الفجر عاد تم جاي. سمح لي وهذا وهذا، قال لها شوفي انا سمحت ليك ووقفت في جنبك وكل شيء، ولكن انت اللي هملتيني. بقات كترجاه كتقول لي عافاك سمح لي وبنيتنا وهذا وهذا. صافي قال لها اش غنقول لك، انا راه ما داير حتى شي علاقه ولا حتى شي حاجه، انا راه بالعاني صيفط لك، يعني صيفط لك هذاك الناس اللي جاو قالوا لك هاد الهضره باش ترجعي بعقلك وهذا وهذا. ما انا عمرني ما خنتك وعمرني ما غنخونك وعمرني ما غنتفرق عليك لا انت لا بنتي. ايوا الحمد لله منين ما كاينه لا خيانه لا حتى شي حاجه، هو بغا غير يخرجها من ديك المرحله اللي وصلت لها. اللي جينا نستفدوا دابا من هذه القصه ديال سكينه، لان بزاف ديال النساء كيوقعوا في هذا المشكل وكيهملوا الازواج ديالهم من بعد الولاده او لا حتى من قبل الولاده. لان ماشي كلشي الازواج كيكونوا عارفين هادشي اللي كتمر به المراه، لا بالعكس، كاين ازواج اللي كيوقعوا في الخطا. يعني الزوج ديال سكينه فهم وما خلاش، يعني ما خلاش المشكل يكبر، وهو دار لها مجرد تجربه باش ترجع لحياتها كيف كانت. اما كاينين شي بعض الازواج اللي كيديروا هذا الشيء بصح نيت، وكيمشيو وكيخرجوا الطريق وكيتزوجوا مرا اخرى، وبزاف ديال المشاكل كيكونوا، وشكون اللي كيضيع هما الابناء. نتمنى من هذه التجربه نكونوا نستفدوا جميع، وننصح الامهات يكونوا عندهم واحد الايمان قوي، وفي هذه الفتره ديال الحمل يكونوا يصليوا ويدعوا الله سبحانه وتعالى باش ما يدخلش لهم الشيطان، لان الوسواس القهري راه مرض خطير، واكتئاب كذلك راه مرض خطير. وان شاء الله تعالى اي وحده حامله الله يفرجها عليها والله يفكها على خير ان شاء الله، والاهمال ديال الزوج يكون اخر مرحله واخر حاجه. لان كيف قلنا ماشي كلشي الازواج يقدروا يستحملوا المراه، ماشي كلهم، كاينين ازواج اللي ما تيقدروش يستحملوا هادشي اللي كتعاني منه المراه. وكذلك المراه ما تهملش الزوج ديالها، ماشي غير حملات وولدات صافي يكون اهمال. اكيد ماشي كلشي كيهمل خاطرو، كاينين الناس اللي مرض، الله يكون معهم يا رب. ونتمنى تعجبكم القصه ديال اليوم مع قصه جديده ان شاء الله تعالى.